مسا مسا يا حلوين، اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. قبل ما نبدا الفيديو اعمل لايك للفيديو واشتركي معانا في القناه لو انت مش مشتركه. النهارده بقى جايلكم بيوم جديد وفيديو جديد. هنعمل ايه في الفيديو النهارده؟ هنعمل الرز المعمر. الفلاحي على ابوه يعني. معايا كميه الرز اللي هنعملها تكون نص كميه الصينية. يعني انا عامله الصينيه فحاطه فيها نصها رز. تمام. والرز ناشف لسه ما اتغسلش، يبقى نصها. تمام. هنا كنت غسلت الرز. هحطه بقى. بصوا المسافه قد ايه الكبيره ديت. ده عشان الرز حجمه هيزيد، لازم يكون فيه فراغ كفايه. لو الرز بتاعك كتير مش هيستوي. تمام. مش هيستوي لو الرز بتاعك كتير، هيكون مخرز كده وطعمه مش حلو، مش هيعجبك. فخلي، لو هتعملي في حله خلي نص الحله رز. هتعملي في صينيه زي ما انا عملت كده خلي نص الصينيه رز. وبعدين تغسليه بقى، هيكون سايب معاكي مسافه كبيره زي اللي انت شايفاها دي. هتجيب بقى ايه؟ اعملي لايك للفيديو. عملتي ولا لسه؟ اعملي لايك. حطيت عليه حبه ملح. الملح ده حسب رغبتك انت. وحط عليه لبن. الرز المعمر اساسه لبن قشطه سمنه. تمام. فاللبن بتاعي شايفين قشطه على وش اهي، على وش الرز. ومعايا اللبن. كتري اللبن عشان خاطر ده اللي هيعملك وش حلو للرز المعمر بتاعك. وايه تاني؟ وهحط عليه سمنه فلاحي ماشي، سمنه مستورده ماشي. اي سمنه عندك. عايزه تحطي زبده زي ما انا حطيت حطي. لو عندك زبده جاموسي حطي زبده جاموسي. الرز المعمر تاني اساسه القشطه واللبن والزبده. اي حاجه بقى نوع حاجه دهنيه عايزه تحطيها حطيها. انا حطيت زبده. تمام. صلي على النبي في الكومنتات واعملي لايك. اوعي تكوني نسيتي تحطي لايك. حط لايك بس. صلي على النبي في الكومنتات واشتركي معايا في القناه. انا كل الوقت ده كنت بجيب اللهم صل على سيدنا محمد الزبده. كنت بجيب الزبده. جبت بقى الزبده، هبدا اقطعها واحطها. بحط بقى كمية الزبدة اللي تناسبني. وهاخده بقى احطه في الفرن. تحطيه الاول لو هتعمليه في فرن كهربا هتحطيه تحت الشواية الاول على نار عالية علشان خاطر يعمل الوش. لانك لو حطيتيه على عرصة من تحت اللي هي الصواجة بتاعة الفرن من تحت هيشرب اللبن ومش هيعمل معاكي وش. خليه الاول تحت الشواية، والفرن برضه شغال من تحت، بس خليه الاول تحت الشواية. ولما يعمل وش نزليه على الايه الشواية من تحت. واول ما يتشرب تهدي عليه الفرن. تمام. زي ما احنا بنعمل في الفرن اللي هو المسلوق ده. بس لازم الاول تحطيه تحت نار عاليه من فوق عشان خاطر ده اللي هيعملك الوش بتاع الرز المعمر. تعالي بقى نشوف شكله وهو في الفرن. بصوا النار والعه تحتيه قد ايه. بصوا الوش اهو فوق اهو خطير. وشوينا جنب منه بطاطا برضو لا يغني يعني. البطاطا في الفرن والرز في الفرن ده يا جماعه رهيب بجد. طعمه مختلف زي ما انتم شايفين اهو. هنا كنت حطيت كمان ذرة. وكان خلاص الرز بتاعي اتشرب والنار هدت خالص تحت منه اهو. ما عدتش ولعت بقى عشان خاطر يستوي بقى على نار هاديه كده. ما عدتش هولع. هو على الحطب ده على نار هاديه كده هيستوي. شكل الفرن جميل قوي والتسويه فيه رائعه رائعه رائعه. اي اكل تعمليه في الفرن الطين ده خطير بجد. تعال نشوف شكله بقى بعد ما طلع. ده كان شكل الرز بتاعي بعد ما طلع من الفرن. شايفين الجمال؟ شايفين الحلاوه؟ شفتوا لونه عامل ازاي؟ هبدأ بقى ارفعه عشان اوريهولكوا قد ايه هو مفلفل. مفيش رزايه لازقه في التانية ومستوي وبجد تحفه جدا ورائع رائع رائع. في الوقت ده ممكن تحط له حتتين زبده ويشربها ويكون طعمه احسن. لو عجبك الفيديو بالله دوسي لايك واوعي تنسي واشتركي معايا في القناه. وهنا كنت عامله رز عامله سمك مشوي جنبه اللي هو الفيديو اللي نزل لكم امبارح. ويا رب الفيديو يكون عجبكم. وبألف هنا. مع السلامه.